السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المصداقية في مبادرة طرد دمياط غير يا جماعة. النهاردة في مدينة طنطا الغربية مع عند الأستاذ محمد. أخبارك يا أستاذ محمد؟ الحمد لله بنعم. احنا يا جماعة جبنا غرفة السفرة واتفاجئنا بشغل كمان من دمياط 10 على 10 هنا، واحنا مخزنين الشغل ده إن شاء الله لغاية لما الأستاذ محمد بيته يجهز إن شاء الله ويحول العفش لبيته. دلوقتي احنا هنسأل الأستاذ محمد عن مصداقيتنا، رأيك في مبادرة طرد دمياط؟ لا ما شاء الله ان شاء الله، محترمين، ناس محترمين الله وصادقين يكرمك. في كلامهم وكل حاجه. الله يكرمك. حبيبي. انت حجزت السفرة دي النهارده الصبح، احنا بقينا عندك النهارده الساعة 7 دلوقتي يا حقيقي. جماعة، دلوقتي 7 صباحا، يعني ده احنا حقيقي. دلوقتي واصلين ده طنطا حقيقي. 7 صباحا. لا ما شاء الله في الاستجابه بسرعه يعني. طيب شايف أي تعليق على الشغل؟ لا، لا، مستوى هو- الموبيليا، الفينش، الدهانات، أي حاجة في الدنيا لا، تعلق الله عليها؟ الله بأمانة الله أكبر. فتح وقفل الظرف نفس اللي في الفيديو، ورفوف الله ازازك تمام، لا لا لا، ما شاء شغلك الله. سليم، كل حاجة. ما شاء الله. تنصح الناس تجي لنا مبادرة تعالى دمياط، ولا أكيد. تنصح الناس ما يجولناش؟ اكيد اكيد. بأمانة. حبيبي. جينا كمان يا جماعه والله العظيم لقينا الونش قال هيجي متاخر، احنا والله طلعنا السفره بايدينا، حصل حصل. عشان حتى حصل. الشغل ما يتبهدلش حبيبي. ونحافظ حبيبي. عليه. حبيبي يا استاذ محمد، حبيبي انت يا ريس. واهل طنطا الغربيه فوق راسنا من فوق. حبيبي. حضرتك اللي عليك الدور تشرفنا في مبادره تعالى دمياط، او تشتري من عندنا اونلاين واحنا نجي لك لغايه باب البيت. شكرا لوقت حضراتكم، استنوا دايما الجديد. شكرا لكم مره ثانيه، السلام عليكم.